ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشوي ليل وليل ولطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. لقد حضر والدك يا صغيري، جاءك القلب قبل التاج. ما هذا النور بين يديك يا شهرزاد؟ كأن قلبي ولد معه من جديد. هذا الصغير لن يشاركني حبك، بل سيزيده نوراً. ليكن هذا الطفل عهداً لا يعرف الدم، سنسميه نور الدين، ليضيء ما أظلم فينا. ليكن اسمه نوراً للملك ونوراً لنا. أختاه، مولاتي الملكة شهرزاد، البشرى تعم أرجاء المملكة. مولاي أمر بحفل لم يشهد له الزمان مثيلا. حقاً هذا رائع جداً. أنت تستحقين هذا الفرح يا شهرزاد. قصصك فتحت لي أبواباً كنت قد أغلقتها. شكري لك لا يفي مقامك يا مولاي. كيف لكرسي بسيط أن يغير ملكاً مثلي؟ ما فعلت إلا أن وسعت لك أفق الحكاية، أخرجتك من ضيق الجرح إلى سعة العالم. اذهبي يا شهرزاد، أعيدي إلي سحر الليالي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن في سالف العصر والأوان كان في أرض قفر وبيان تاجر أمين ساقه القدر إلى امتحان. كان اسمه أمين وكان للوفاء قرين، عاد من تجارته وربحه وفير ثمين. لكن الصحراء لا تؤمن ولا تأمن الأمين، تاه بين الرمال وضاع منه الدليل. دعا ربه بقلب ذليل حتى لاح له خضار بين صفار طويل. واحة تتبدل ألوانها كأنها سر مستحيل. اقترب منها فإذا هي جنة بلا أهل ولا سبيل. اغتسل من غبار الرحيل وأكل من تمرها ورمى بالنوى بلا تأويل. فاهتزت الأرض وثار الرمل ثوران الفتيل. فارتعد قلب أمين واصفر وجهه النبيل. وخرج من العاصفة جني جليل، قال أيها الإنس لقد مسست طفلي العليل. قال ما قصدت سوءا ولا أردت تبديل. أيها الإنسان لقد أزعجت ما لا تراه عيناك. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ من أنت أيها المهول الذي زلزل الرمال؟ أأنا في حلم أم في حساب؟ لقد مسست ولدي ودنست سكونه. إن كنت من سكان هذا الموضع فإني غريب عابر، لم أتعمد تدنيس أرضك ولا أذى ولدك. عالمنا ليس مباحا لكم، ذنبك ليس ذنبا لكنه اعتداء. فبأي ميزان نزن فعلك؟ والله ما علمت أن في الرمل روحا تتأذى. إن كان قد مس ولدك سوء فذاك من جهلي لا من نيتي. في عينيك صدق لم أره في كثير من بني آدم. فأرسل الجني ابنه ليكون الحكم الفصيل. أيها التاجر الأمين، سأرسل ولدي إليك فليكن هو الميزان، وبعينه يكتب الحكم الأخير على فعلك. ووقف الصغير أمامه غضوبا كالسيل. أيها الإنسان، لقد وطئت أرضها بغير عهد،
وكشفت ستر واحتنا كأن خفاياها لا حرمة لها عندكم. أنت ابن ذاك الجبار، إن كنت قد تأذيت فإني أطلب الصفح. لم أرك ولم أعلم بوجودك، كيف يحاسب المرء على ما لم يقصد؟ لا أملك لك عفوا الآن، فمن تجاوز الحد وجب أن يذوق وزن فعله. إن للخطأ توبة وللجهل عذر. دعني أعود إلى أهلي فأرد الأمانات. أقسم أن أعود إليك غدا ولو كان في عودتي هلاكي. أمهلك إلى الغد، فإن عدت وجدت وعدا، وإن خلفت الموعد فريح أبا ستتبع أثرك حيث تمضي. ووعده أمين أن يعود ولو كان القتل سبيل. اذهب وسأنتظرك غدا. فعاد في الغد وقلبه بين خوف وأمل ثقيل، فوجد 3 شيوخ وأمرهم أعجب وأطول ذيل. يا شيوخ الحكمة، أدركوني قبل أن يدركني الهلاك. هذا يوم ضاق فيه صدري واتسعت فيه الصحراء. بيني وبين الموت وعد لا مهرب منه. إن كان عندكم رأي أو حيلة فأنقذوا عبدا مظلوما. قالوا قصتك عجيبة، لكن عندنا الأعجب الجليل. اذهب واستدعي هذا العفريت وولده. فإن رأى ابن الجني عجبا يفوق العجب، نجا الأمين من التنكيل. لا تخف يا أخي، فالعجب دواء العجب. أيها الإنس، لن تنجيك صحبة ولا يحميك عدد. تكلم قبل أن تغلق عليك أبواب الريح. دعنا نجعل الحكم للعجب لا للغضب. يا ابن الجن، هذا يوم الفصل. تعال فقد حضر الشهود. ها هو أمامكم. إن كنتم أهل حيلة فها هو الحكم بينكم. من أنتم حتى تقفوا بين الغضب وفريسته؟ عندي من الحكايات ما يدهش السمع والبصر. إن كان في قصصنا ما يفوق الدهشة فليكن العفو جزاؤه، وإن لم يكن فنحن أول الشاهدين. أتحمل حكاياتكم من العجب ما يساوي اضطراب روح مست بغير حق؟ دعنا نجعل الحكم للعجب لا للغضب. حسناً، سأجعل للكلمات وزناً كما للذنوب وزن. مقابل كل حكاية تدهش سمعي وتزلزل يقيني أوهبه ثلث حياته. إن كانت حكاياته أعجب مما شهدت عيناي في 7 عصور فقد أقتطع من القصاص قدر ما يدهشني. بلاغنا أيها العفريت العجيب ذو الشعر الغريب. قولي من البداية أول الحكاية قولي. فإن رأى ابن الجني عجبا يفوق العجب، نجا الأمين من التنكيل. لا مزيد من القصص الآن، فقد حضر الضيوف. حقاً الأمراء والملوك على الأبواب. اسأل عالبقية للحكاية دي، اسأل عالبقية للحكاية دي، اوعي يا صبية تقفل الستار. احكي يا شهرزاد.